عدون مستر جوهر، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ ناس كتير ما تعرفش ان احنا اصدقاء جدا. فالموضوع هيبقى لا عادي، ما احنا هنتعامل اصدقاء يعني، سيبك من ماشي، الحرق. حلو، انا اتفقنا، فاهم متفقين يعني. بروفيشنال وكده، بس ماشي. لا عادي يعني. طيب انت راجل ار ان دي مظبوط. سلاش كونسلتنت سلاش ريستورانت اونر ومهندس. حقيقي. خلينا عايز اتكلم معاك اكتر عن الحته بتاعه الار ان دي والكونسلتنس في المطاعم، بس الاول خلينا نتكلم عن محمود كشخص بقى اللي الناس ما تعرفوش اللي ورا البراند يعني. اوكي. انت مين وبتعمل ايه هنا وايه اللي جابك المنطقه دي؟ انا زي ما انت قلت انا مهندس. لما اتخرجت، اول ما اتخرجت كنت شغال مهندس عادي، وبدات اكتب ريفيوز في ايجيبشن فوديز مع ابو سمره وصلاح والاسامي العظيمه واسلام سلامه وكده. وبعد ايجيبشن فوديز، او يعني لما بقى عندنا داتابيز عظيم عن المطاعم والكلام ده كله، بقى عندنا مفهوميه عن المطاعم، فتحنا عيش وجبنه مع بعض انا وابو سمره وناس كتير، كان معانا اماني والكلام ده كله. فايدي بدات تمشي في حته المطبخ نفسه، اللي هو انزل ايتم ايه الكاتشي ايتم اللي انزله ينفع مع الناس، الترندز دلوقتي رايحه فين، فازاي ابلاي الترند ده مما يليق على البراند اللي انا شغال عليه، سواء بقى في البرجرز، في الفطار، في الفرايد تشيكن، في الكلام ده كله. ودي كانت بدايتي في ان انا ابقى واقف في مطبخ بتاع مطعم، مش مطبخ بيتنا. بشوف شغل بيتعمل، بشوف ايتمز بتطلع. واما اشتغلنا على الار ان دي انا واماني، انا واماني وكذا حد برضو على الار ان دي بتاع عيش وجبنه، لما الايتمز نزلت والناس بدات، يعني بدانا نبيع والناس بدات تتبسط، لقيت انه اوكي، ايه ده اي دو هاف مش موهبه، بس اي دو هاف اللقطه اللي هو الايتم ده عايز ينزل، او اللقطه دي محتاجه تحصل، متعلقه برضو بالبوزيشننج والبراند رايح فين وهبيع ايه والكلام ده كله. بعد عيش وجبنه، او بالتزامن مع عيش وجبنه يعني، طبعا فتحنا الكونسبت الثاني كايزو. وكايزو كنت انا الشخص اللي فعلا انشارج بنسبه كبيره جدا، طبعا بالتجانس مع ابو سمره وكده. ايه اللي هينزل فعلا؟ كان في كلام اللي هو طب هننزل سندوتشات شطاووك، طب هننزل شاورما لحمه بس ولا لحمه وفراخ، طب هننزل حواوشي، الحواوشي ده هيبقى ايه؟ ما الحواوشي ده ممكن يبقى حواوشي فرن، ممكن يبقى حواوشي فلات جريل، ممكن يبقى حواوشي على جريل فحم زي ما احنا عاملين، وفي كذا كوكينج ميثود للحواوشي. فانا كنت مينلي ان شارج اوف الحته دي. هل احنا هنبيع شاورما لحمه اللي هي زي السوري بس في لقمه كايزر وخلاص، ولا هنبدا نستقطب ما هو الشاورما القاهري، الشاورما بتاعت القاهره اللي اتشهر بيها الاسامي العظماء زي ابو حيدر وسمسمه ونعمه وكده. ومن ساعتها وانا انا وابو سمره اشتغلنا على كونسبتس كتير قوي مع بعض، بس لسه مستخبيه في الصندوق عندنا. حاجه بقى بيتزا ريليتد، حاجه فيوجن ميديترينيان كوزين ريليتد، حاجه برجرز، حاجه فرايد تشيكن، حاجه مش عارف ايه. فكل ده مع الديفلوبمنت بتاع الليرنينج كيرف بدا يبقى عندي شيء من المفهوميه في حته الريسيرش اند ديفلوبمنت. طبعا ماني ثانكس لابو سمره واماني وكميه اسامي شيفات عظيمه، شيف مروان حمدي واسامي كبيره قوي. انا اتعلمت منها ازاي اقف في المطبخ اصلا بتاع مطعم، ازاي هاكزكيوت صنف لمطعم. مش اي حاجه انا نفسي فيها، مش معنى ان انا عملت بيض بسطرمه في البيت ان انا نفس ريسبي البيض بسطرمه دي وحطها عندي في المطعم، لان انا بهريها زبده وبهريها فالبيتي غير بتاع المطعم. بختار الانجريدينتس ازاي، بسعر ازاي، هجيب انهي انجريدينت، هل لازم اجيب اغلى انجريدينت وخلاص، ولا اجيب الانجريدينت اللي لايق عليا، مش شرط يبقى اغلى حاجه في السوق. فاهم قصدي؟ بس as we went along بقى لغايه ما بقى في شيء من المفهوميه شويه، ان انا اعرف اكونسلت. وانا بعتبر نفسي ان انا طبعا في اسامي عظيمه في الماركت للكونسلتنسي، بس انا بكونسلت للمزاج. يعني انا اتس سايد جيك طبعا، زي ما انا وانت عملنا في مين للمزاج، اللي هو ايتمز معينه في لعب معين، مينلي على الريسيرش وايه الترندنج بره مصر وايه الترندنج جوه مصر. المصري بيحب يستطعم ايه اكتر، فايه اللي هيرحب بيه، هل اجيب حاجه بيتر ولا حاجه مززه ولا حاجه مره ولا حاجه سويت اند ساور ولا حاجه حراقه جدا ولا. فده مينلي ماي ابروتش في حته الار ان دي. حاسس ان انا قلت كلام كتير قوي على السؤال الاولاني، بس لا يعني ده حلو كلام، انت عارف انا بحبك فايه الانرجي بتبقى لذيذه. في حاجه انت قلتها استوقفتني وهي مستوقفاني من يمكن 4-5 سنين ورا يعني. بس المصري والتيست المصري اوف اتس فيري تشالنج. يعني انا بشوف ان التيست بادز المصريه وارضائها صعب جدا. طبعا ايه رايك في الموضوع ده؟ 200% كلامك صح. وده انا ابتديت استوعبه لما كنا في ايجيبشن فوديز بقى وننزل بوستس
وده اللي خلى عندي شيء من مش ادج يعني، بس بخلى عندي سكيل ان انا عارف المصري بيحب ايه. المصري ده اللي هو انا وانت برضه يعني، مش قصدي حاجه. لما كنا ننزل مثلا بوست سوشي غير لما ننزل بوست كباب وكفته، غير لما ننزل كباب وكفته ايراني، غير لما ننزل بريسكت وشورت ريبز، غير لما ننزل برجر جورميه ميديوم ويل تخين، غير لما ننزل سماش برجر مثلا او برجر شارعي او برجر مش عارف ايه. سوري. فبدا يبقى عندي شيء من انا فاهم ان لو في 100 مصري كام في المية منهم هيحب الصنف ده. فاهم قصدي؟ احنا كمصريين متعودين على الحرش والمتسبك، متعودين على الحدق. بدأنا نأكسبت ما هو سويت شوية من المطبخ الآسيوي لما دخل علينا الإيجين كوزين والنودلز والكلام ده كله بتوع الفود كورس والحاجات دي كلها. بدأنا نتقبل إنه أكل حادق فيه سنة سكر أو سنة عسل أو سنة سويتنس أو أيا كان. فإحنا مينلي أمامي بحت، حدق جدا يعني. كم الكونسبتس اللي فتحت بتاعت شورت ريبز وبريسكت ومش عارف ايه، مش هو الكباب والكفته، هو الكباب والكفته والنيفه اللي انت عايزه. انا عارف انك واكل نيفه امبارح، حته ريش لذيذه، ملح وفلفل، ميه طماطم، ميه بصل، تحس بحدق وتحس بطعم اللحمه وتحس كل حاجه. بس تعالى اعمل لي جليزنج النيفه اللي انت بتحبها بليمون معصفر مثلا. احنا هنحب الليمون المعصفر بس ممكن ما نتقبلش المزازه اللي بزياده دي مع لحمه. فاهم قصدي؟ فهي معادله مركبه شويه، ولكن انا شايف ان مؤخرا بدا يظهر تقبل لفليفرز مختلفه، الاطعمه مختلفه. تعالى ما ادوقك حاجه مسكره، تعالى ما ادوقك حاجه مززه، تعالى ما احط لك قشر ليمون. اللي هو قشر ليمون عينك هتعمل كده اصلا اول ما هقول لك قشر ليمون حمرها لي. طب خليني اسالك سؤال تاني. قولي. بما ان الناس يعني بقينا اكسبوزد اكتر بكتير دلوقتي من 10 15 سنه فاتوا او من 20 سنه فاتوا، تفتكر امتى المطعم يحتاج كونسلتنت او R&D بيرسون؟ طبعا هقول لك في كذا موديل للموضوع ده. في حد وهو في اول المطعم خالص اوريدي متعاون مع شيف اكزيكتيف سلاش كونسلتنت، ان هو اللي يعمل له المنيو، هو اللي يعمل له الكلام ده كله الى اخره. جوه بقى الاكزامبل ده طالع منه 2 اكزامبلز. في اكزامبل بتاع انا عايز افتح مطعم احط فيه برجر وفرايد تشيكن وسمك واحط فيه سندوتشات شيش طاووق واحط فيه مشاوي، احط يا شيف نفذ واللي يعجبني. انا ما بعتبرش ده كونسلتنسي قوي، ده تنفيذي، وارد يكون تنفيذي شاطر جدا، ولكن باشا انا عايز دول حطهم لي في منيو. فالشيف حاضر عينيا، خد يا باشا المنيو بتاعك اهو متسعر متظبط، بتاع purchasing list كذا 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 كذا، الموضوع منتهي. ده مش كونسلتنسي، ده execution which is very important زي الكونسلتنسي. الكونسلتنسي هو ان انا عايز افتح مطعم برجر. انا بقى هبدا اخش معاك في المرحله دي. برجر ايه؟ عايز تعمل ثيك برجر، عايز تعمل سماش برجر، عايز تعمل برجر راب، عايز تعمل فرايد برجر، عايز تعمل برجر في لقمه خس وتبقى برجر صحي، عايز ايه؟ فابدا اخش معاك من اول مرحله الريسيرش. تعالى بقى نشوف الماركت بيقول ايه، وتعالى نشوف ايه الكلام. انت ناوي تفتح فين؟ تجمع ولا مدينه نصر ولا مصر الجديده ولا اسكندريه ولا المنصوره ولا بورسعيد؟ ده انت هنا تنفع، تعالى نفكر في الحته دي. انا معاك من اول مرحله البرين ستورمينج. انا هنا اخش معاك. تعالى انا شايف ان الكونسبت ده على الورق او على الماركت ريسيرش فيه نسبه نجاح للفكره. البيع والكلام ده رزق بتاع ربنا، دي حاجه تانية. دي مرحله من مراحل الR&D او الكونسلتنت، ان انا معاك من الاول. ريسيرش، تعال نشوف اصلا السوق ايه. يعني لو حد جالي النهارده قال لي انا عايز افتح سماش برجر، اقول له يعني تعالى نفكر في حاجه موازيه للسماش برجر، فتبقى شق من شجره السماش برجرز. تعالى نعمل اونيون برجر، تعالى نعمل اوكلاهوما برجر، تعالى نعمل مش عارف ايه. هنا في الحاله دي نبدا يبقى في كونسلتنسي، وابدا اخش معاك في التفكير ومش عارف ايه والكلام ده كله، وابدا نعمل ريسيبي واثنين وثلاثه. ممكن حتى انا برضو في الاكزيكيوشن انا مش شيف، يعني انا مش شخص مش شيف، فممكن في الاكزيكيوشن احتاج معايا شيف الاكزيكتيف بقى اللي هو المنفذ الناحيه الثانيه. تعالى يا شيف لغايه ما اوصل للتيست اللي انا وجوهر راضيين بيه وعاجبنا وتمام وزي الفل،
وملامس مثلا لحاجه جوهر دقها في تركيا او في امريكا او في مصر زمان. فاكر مؤمن زمان كان بيعمل مش عارف ايه الى اخره. ده فيز او دخله من دخلات الار ان دي. وفي دخله تانية من دخلات الار ان دي زي ما انا وانت عملناها مع بعض، وزي ما في كذا براند بيتكلم معايا اللي هو تعالى نعمل، انا شغال وجميل وحلو، تعالى نعمل لاين ايتمز مع بعض، تعالى نعمل ساندوتشين فرايد تشيكن مع بعض، تعالى نعمل اكسكلوسيف ايتم ساندوتش شيش طاووق في كايزو مثلا وليكن. تعالى نعمل تعالى بقى هنا ايه دي الحته اللي انا بحبها، دي مرحله اللعب بقى اللي هو تعالى نفنن، تعالى انت اصلا جامد which is more complex by the way، تعالى انت اصلا جامد كومبلكس في بوزيشننج، بس كتنفيذ طبعا انت اوريدي مطبخك موجود ومعاك الناس بتاعتك والمطعم شغال وكذا كذا كذا كذا، ولكن كبوزيشننج وكوقفه زي ما انا وانت في حته الفرايد تشيكن عالم واسع جدا. هل انا اعمل الفراخ البانيه الكلاسيكيه، ولا اعمل بانكو فرايد تشيكن وابقى جديد، ولا اعمل فرايد تشيكن العاديه بس انقلها نقله ما اوديها في حته تانية في لعبه الشطرنج اللي احنا بنلعبها. ده فيرجن تاني من الار ان دي. فانت ممكن كار ان دي تبقى محتاجه من الاول خالص من البرين ستورمينج بارت، وممكن تحتاج الار ان دي هاف واي، او مثلا في حد بيحتاج ار ان دي انا شغال بس شايف فيه بوتنشال كتير قوي، وده حصل معايا، بس مش عارف ليه حاسس ان في حاجه ناقصه. فاجي ابص عنده في المنيو الاقيه حاطط كفته وبرجر وفراخ وحواوشي ورقاق وورق عنب وورق لحمه ومش عارف ايه. طبعا لا، تعالى بقى نفضي المنيو ده ونشوف الدنيا فيها ايه ونزود ايه ونحط ايه عشان تبقى بروبرلي بوزيشند في الحته اللي انت اصلا بتلعب، اللي هي الحته مثلا السوقي او البلدي او وات ايفر، فانت تبقى ليميتد. انما لما انا بيبقى نفسي في ايه اجي لك. صح. طيب ده هياخدنا لسؤال تاني. يلا بينا. انت كنت بتتكلم على موضوع البلوجينج والسكريبتس، وان ممكن الريستورانت اونر يجي لك يقول لك انا عايز اعمل كذا كذا كذا. طب سيم ابلايز فور كونسلتنت. انا النهارده يعني من الحاجات اللي كانت دايما بتتقال لي واحنا بنعمل الكونسلتنس بتاعت مين يعني انا مش شاف بيتكو. It is very valid. مش شايف؟ انا مش شاف بيتكو. مش شايف بيتكو. انا مش شاف بيتكو. انت قلت لي وعارف مين اللي قالها. It is very valid. لو انت النهارده انت راجل جاي عشان عندك علم معين، والراجل صاحب المطعم ده برضه راجل جاي عشان عنده علم معين. طبعا. ايه اللي يخلي العلاقه دي تنجح؟ قولوا ان انتوا الاثنين غالبا كل واحد فيكم هيبقى واقف في ناحيه ثانيه خالص. فهاو داز ات ورك؟ يعني انت النهارده حدود الراجل اللي بيتكلم معاك ده بتخلص فين، وحدودك انت بتخلص فين؟ بص اي جاس انا في مدرستي اي جاس اتس ماتر اوف كيمستري، زيها زي اي شراكه مؤقته او اي شراكه. انا مش شاف بيتكو، بس انا برضو عايز اوصلك للي انت عايزه باصح طريقه. فهي اتس ماتر اوف كيمياء بين الشخصين. انت مش شاف بيتي، بس انت كده انا فاهم، بس انت كده مش واصل لك انا عايز ابيع لمين. يعني انا ممكن ابقى فاتح كونسبت انترناشونال كوزين ومعايا شيف مخضرم جدا جدا جدا، بس هيقول لي مثلا مش هينفع اقدم مع الفراخ رز because ideally speaking في الانترناشونال كوزين، في الفرنش كوزين، في الايطاليان كوزين، نادرا ما هتلاقي عنصر الرز او المكرونه مع حته بروتين في اي مطعم. هيحط لك سلطه، هيحط لك بطاطس، هيحط لك مشروم، هيحسب لك اصلا حته اللحمه او حته الفراخ مع صوص وشكرا على كده. انت مش شاف بيتنا، بس there is a target audience waiting for this. انا عايز ابيع له، مش عايز ابيع له دي بتاعتي، انا عايز ابيع لده كده. او ممكن لو انا بقى في كيمياء بيني وبينك تعالى نلعبها لعبه اشيك، يعني احقق اللي انت بتقوله يت باللي يرضيني ويرضي الزبون. ما انا لو بعت طبق فراخ من غير، احنا بقى كمصريين كلنا وانا وانت عندنا المدرسه دي اللي هو طبق بصوص برز، لازم الصوص والرز اصلا يكفوا بعض. انت دي مدرستنا انا وانت صح؟ فما تقوليش مش هحط لك رز، انا حر. صح، فاهم؟ فممكن in this example لو انا معايا شيف بالقوه دي تمام، وانا عندي مثلا احط اوبشن انه ريبليس الريكومندد سايد او الريكومندد بليتنج باي ذا شيف بسايد اوف رايس اور سايد اوف باستا اور سايد اوف فرايز اور سايد اوف ماشد بوتيتوز او وات ايفر. بس انا حاسس الناس ما بتختلفش هنا. بمعنى يعني اللي انت بتقوله 100% فاليد، بس لو جيت بصيت على صاحب مطعم وكونسلتنت هما بيختلفوا فين؟
انا عايز اعمل برجر بالباربيكيو صوص واونيون رينجز. هيقول لك انا مش هحط باربيكيو صوص. هيقول لك يا معلم ما هو البرجر ده موجود في كل حته. يعني هتعمل بيه ايه؟ فطب تعالى نبقى كريتيف شويه. لا، ما الكريتيف ده ما بيبيعش. فبيبقى دايما الديبيت على ان as an R&D consultant او as an R&D man you want to be creative. انت عايز تبقى اسمك برضو في الاخر هيطلع. انت عايز تبقى ما بتعملش حاجه مين ستريم. والراجل التاني هو عايز يبيع. هو مش فارق له بقى انت الكريتيفيتي بتاعتك دي هعمل بيها ايه يعني. انا عايز ابيع. انا فهمت دخلتك من السؤال اكتر، واي ثينك ات جوز داون تو 3 اجابات. يقتنع 100% بيك، يا تقتنع 100% بيا، يا كيمستري. اوكي. الرابعه خلاص انا الايتم ده ماليش، او يعني بقى ايه الايتم ده ماليش دعوه بيه، اي باس، اعمله بعد ما انا اخلص ماليش يعني فاهم. يعني ممكن انت الكونسلتنت يخلص وبعد كده خش انت، وبتحصل في مطاعم كتير الكونسلتنت تخلص خش يا عم بقى انت ودك براحتك العب براحتك العاب. بس هي الثلاث اجابات الرئيسيه، يا جوهر يقنعني، واكشلي ده اللي احنا عملناه في الفرايد تشيكن، يا جوهر يقنعني يقنع جوهر، يا كميتنا تجد حل اللي هو الحل اللي لقيناه ليله اللانش لو تفتكر. فاهم؟ انت بقالك في المجال ده ممكن 10 سنين مثلا؟ يعني بلوجينج من 2014 ل 2017، ومطاعم بقى من اول عيش وجبنه فتحنا في 2017. شايف التكنولوجي اتطورت ازاي اوفر ال 10 سنين اللي فاتوا؟ وشايف يعني did it help ولا did it become يعني مش عايز اقول بطل ناك بس عبء اكتر على المطاعم؟ لا طبعا، يعني حاجه زي مش عايز اقول سبلايد عشان سبلايد اللي يفصل اللي ورانا. بس هبدا بفودكس خلاص انتجريتد سيستم واضح وصريح، بيمنت سيستم، انفنتوري، مش عارف ايه، وممكن انتجريته مع اي ابلكيشن انا عامله بتاع انا للمطعم بتاعي. سبلايد وان كليك سولوشن للتوريدات والذي منه. فاصبح بقى في حلول اصلا كانت مؤرقه لاي براند اونر وهو شغال في التوريدات. يلا يا باشا هنجيب كذا لا يا باشا سبلايد، شكرا 1 2 3 الموضوع انتهى، اتفقنا. مش عايز اقعد اجمل في السبلايد يعني، بس انتوا ناس كويسين في الستورج والوير هاوزنج والذي منه والكاستمر سيرفيس والدليفري تايم والكلام ده كله. دريان يا فندم. لا يعني انا عامه ما اتعاملتش مع سبلايد خالص، هو ابو سمره بس جوه صاحبي فانا عارف اللي فيها يعني. فلا طبعا I'm expecting more برضو يعني ليتلي. انا ضد موضوع الكيو ار كود منيوز ده، بس بقيت بحترم ان بقى يبقى في مثلا مطعم عامل لينك لويب سايت صغير اطلب منه، اوصل الاقي الاوردر معمول يديليفر من الابلكيشن الصغير بتاعه، مش لازم اخش على اب معين ادور اتوه الايتم موجود ولا لا. فبدا يبقى في طبعا ديجيتاليزيشن للاف ام بي اندستري، سواء من بي تو سي، سواء من البيزنس للكاستمر، او بي تو بي ما بين البائع والشاري، بين السيرفيس بروفايدر والمطعم واللازم منه. فطبعا ريفولوشنري ومستنيين اكتر بكتير طبعا. very insightful حبيبي as always. قعدة رايقة يعني you have your يعني بصمتك في مجال المطاعم يعني من اول بوست صبح كابر من 10 سنين لو خدت ربع جنيه على كل حد راح اصلا كان زماني مش هنا. ديفلوبينج احلى ساندوتش شاورما موجود دلوقتي. ربنا يخليك. حاجات كتير. شكرا. عايزين نقعد تاني دلوقتي خلاص حبيبي عدون. ايوه يا جوجو، ربنا يخليك يا صديقي. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. يلا.